مطعم لو دخلته مش هتخرج منه. المطعم ده معمول اساسا عشان اللي يدخله ما يخرجش منه. المطعم ده موجود في طوكيو في اليابان. صاحبه تاكويا قرر يعمل مشروع غريب شويه. المشروع ده ان هو هيفتح مطعم بس مش للاكل. المطعم ده عشان اللي يدخله يعرف يخلص فيه شغله. بس احنا على عادتنا دايما وعارفين ان احنا بنحب ننجز شغلنا بسرعه وما بنحبش نقعد فيه كتير، وساعات بنكسل اصلا وبنبدا الحاجه وما بنكملهاش. بس الراجل ده قرر ان هو يساعدنا. انت بتبقى جاي معاك شغلك اللي عايز تخلصه ومش عارف تخلصه في اي مكان، ولو قعدت في كافيه شويه وهتزهق وهتقوم، فبتروح للراجل ده علشان تخش عنده. واول ما بتخش المطعم عنده بتتفق معاه اتفاق وتمضي عقد. بتقول له انا عايز اعمل المشروع الفلاني واخلصه في خلال ساعتين زمن. الراجل ده بيقول لك انت متاكد انه ساعتين؟ بتقول له تمام هم ساعتين. بيقول لك تمام، هات الورق وتقعد تمضي على عقد معاه ان انت هتخلص شغلك في ساعتين. وفعلا بتبدا شغلك. بتيجي بعد اول نص ساعه او ساعه بتلاقي نفسك تعبت وزهقت وعايز تقوم تروح ومش قادر تكمل. بتلاقي تاكويا فوق راسك بيجي وكل شويه تلاقيه قدامك، يعني كل ساعه تقريبا بيجي يفكرك وبيبقى خايف عليك وبيهتم بيك ويبدا يسالك خلصت شغلك ولا لسه. طبعا انت لما بتتاخر مفيش مشكله، لكن كونك عايز تمشي الراجل ده بيمنعك تماما. ما ينفعش تخرج بره المطعم قبل ما تخلص الشغل بتاعك لانك ماضي عقد على الكلام ده. فكره المطعم دي جات له لما حب يهتم بشغل الناس وحس ان في ناس متكاسله في حياتها وما بتكملش شغلها اصلا. تخيلوا هم في اليابان بيقولوا على نفسهم متكاسلين، امال احنا هنا نقول على نفسنا ايه؟ فقرر ان هو يفتح المشروع ده ويبدا يدخل الناس عنده عشان يساعدهم ان هم ينجزوا وقتهم. وعلى عادة أي إنسان بشري في الحياة إنه ما بيبقاش عايز يكمل كل اللي وراه وممكن يزهق بسرعة جدا من اللي هو بيعمله، لكن ورانا شغل هنعمل إيه؟ أكيد مش هنروح البيت نخلصه، لأن إحنا بنروح البيت بنلاقي السرير قدامنا وما بنخلصش حاجة. تاكويا هو كان الحل. كل الناس اللي عايزة تخلص شغلها بتروح عليه لأنه كتير جدا بيشتغلوا على اللابتوب بتاعهم أو بيشتغلوا على أي حاجات بره شغلهم فمش لاقيين مكان معين، لكن تاكويا هو الحل، هو اللي بيمنعك. وعلى الرغم من ده ما بيسيبكش وخلاص، ده بيهتم بيك. كل ساعة بيجيلك ويسألك عن تفاصيل يومك وتفاصيل مشروعك، عملت فيه ايه وخلصته ولا لا. احنا اكيد محتاجين واحد زي تاكويا جوه مصر، هيفرق معانا جدا. بس انا ما اعتقدش ان لو قعد في مصر وفتح المحل بتاعه واحد دخل عنده عشان يخلص مشروعه وعمل معاه فعلا عقد واتفاق انه ممكن يعرف يمنعه لما يجي يقوم. اكيد اي واحد فينا في القصه دي هيقوم بعد نص ساعه. متخيلين لو احنا عندنا تاكويا هنا جوه مصر وفاتح محل زي ده هيعمل معانا ايه؟ طب الموضوع هيبقى فيه خناقه او ضرب، ولا هنسمع الكلام ونستحمل ونبقى قد المسؤوليه اللي احنا حاطين نفسنا فيها؟ اصل محدش اجبرك انك تخش المطعم، ده انت جاي بمزاجك جدا عشان عايز تخلص اللي وراك. بس الفكره ان انت محتاج مدير يقف فوق دماغك عشان تخلص كل حاجتك. كتير مننا ما بيحبوش يشتغلوا فوقيهم مدير، وكتير مننا برضو بيحبوا يشتغلوا ووراهم حد بيقول لهم اعمل او ما تعملش. ده كله على حسب شخصيتك. بس الاكيد اللي بجد ان واحد زي تاكويا هينجح جدا في فكرته دي لو فتحها في مصر، لانه الفكره حلوه جدا وناس كتير فعلا محتاجه حد يهتم بيها او من الاخر يقف فوق دماغها علشان تخلص الشغل اللي وراها. ولو ما وقفش فوق دماغها مش هتخلصه. وممكن تبقى انت تاكويا لنفسك وتبقى مدير نفسك، تحدد شغلك وقته قد ايه وتلتزم بيه وما تخليش حد يعطلك. حتى لو انت زهقت او ما كنتش عايز تكمل خليك وكمل بارادتك احسن ما يجي لك تاكويا وما يرضاش يخرجك ويحبسك جوه المطعم.